تخيل إن شركة إنتاج تصرف 200 مليون دولار على فيلم وتجيب أكبر نجوم هوليوود وتعمل حملة دعاية بملايين، وفي الآخر الفيلم يفشل حتى إنه يجيب تكلفة إنتاجه. وده ما حصلش مرة ولا مرتين، ده حصل عشرات المرات. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في سلسلة أكبر قنابل البوكس أوفيس. في السلسلة دي هنرجع بالزمن مع بعض ونستعرض أكبر الكوارث المالية في تاريخ السينما. أفلام كانت مرشحة تكسر شباك التذاكر لكن انتهى بيها الحال وهي بتخسر مئات الملايين. وفي الحلقة الأولى هنبدأ العد التنازلي لأول 10 أفلام في قائمتنا، وهنكتشف مع بعض إيه اللي دمر فرص نجاحها وإزاي اتحولت من مشاريع كانت الشركات بتراهن عليها لكوابيس مالية حقيقية. فجهزوا نفسكم ويلا بينا نبدأ قائمتنا. يمكن ناس كتير أصلا ناسية الفيلم ده، وده لوحده كفاية يوضح قد إيه كانت الكارثة وقت ما نزل السينمات. فيلم زوم اللي جمع ما بين الأكشن والمغامرة والكوميديا والفانتازيا كان المفروض يبقى بداية لسلسلة أبطال خارقين موجهة للعيلة، خصوصا إنه كان معتمد على النجم تيم ألين وشارك معاه البطولة كورتني كوكس وتشافي تشايس. لكن بدل ما يبقى بداية قوية بقى واحد من أكبر كوارث البوكس أوفيس سنة 2006. الفيلم اتكلف حوالي 75 مليون دولار، لكن في الآخر ما قدرش يجمع غير حوالي 12 مليون حوالين العالم، وسجل خسائر وصلت لحوالي 110 ملايين، وده بعد حساب تكاليف التسويق والتوزيع. أما بقى أسباب الفشل فهي كانت واضحة جدا. الفيلم خرج بقصة ضعيفة والشخصيات نفسها ما قدرتش تشد الجمهور. غير كده استقباله من النقاد كان سيء جدا، لدرجة إن شركة الإنتاج أصلا ما عملتش عروض خاصة للنقاد قبل نزول السينمات. ودي كانت خطوة ناس كتير وقتها شافوها دليل إن الاستوديو نفسه ما كانش واثق في الفيلم. وكمان سوء الحظ لعب دوره، لأنه نزل في موسم صيف كان مليان أفلام قوية، فاختفى من السينمات بسرعة بعد افتتاحية ضعيفة ومعرفش يعوض خسائره بعد كده. الخلاصة، رغم الميزانية الكبيرة ووجود أسماء معروفة، الفيلم أثبت إن النجوم لوحدهم مش بيضمنوا نجاح أي فيلم، وبدل ما يبقى بداية لسلسلة جديدة انتهى به الحال إنه يتحط ضمن أكبر أفلام كوارث البوكس أوفيس في تاريخ هوليوود. بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول كان طبيعي جدا إن الاستوديو يفكر يعمل جزء تاني، لكن القرار اللي قلب كل حاجة كان استبعاد بطل السلسلة فين ديزل. فيلم تريبل إكس ستيت أوف ذا يونيون حاول يبدأ صفحة جديدة مع النجم آيس كيوب في دور البطولة، واعتمد على أكشن أكتر وانفجارات ومطاردات أكتر، لكن الجمهور ببساطة ما اقتنعش بالتغيير وحس إن السلسلة فقدت أهم حاجة كانت بتميز الجزء الأول. الفيلم اتكلف حوالي 113 مليون، لكن في الآخر ما قدرش يحقق غير حوالي 71 مليون على مستوى العالم، وسجل خسائر وصلت لحوالي 129 مليون دولار علشان يبقى واحد من أكبر إخفاقات البوكس أوفيس في سنة 2005. لكن المشكلة الحقيقية كانت فين؟ الجمهور كان رابط السلسلة بفين ديزل، ولما اتغير البطل ناس كتير فقدت اهتمامها بالفيلم أساسا. غير كده القصة نفسها اتهاجمت من النقاد واتوصفت إنها تقليدية جدا، وإن الفيلم كان معتمد بشكل كبير على الانفجارات ومشاهد الأكشن من غير شخصيات قوية أو أحداث تفضل معاك بعد ما الفيلم يخلص. وكمان وقت عرضه كانت المنافسة في أفلام الأكشن قوية جدا، فالفيلم ما قدرش يلفت الأنظار وخرج من السينمات بإيرادات أقل بكتير من اللي الاستوديو كان مستنيه. والغريب بقى إن الفشل كان كبير لدرجة إن شركة الإنتاج رجعت بعد كام سنة فين ديزل في محاولة ترجع السلسلة لحياتها وتكسب الجمهور اللي خسرته بعد الجزء الثاني. الخلاصة، أوقات كتير أكبر مخاطرة ممكن أي استوديو ياخدها هي إنه يغير البطل اللي الجمهور ارتبط بيه، وده بالظبط اللي حصل في تريبل إكس الجزء الثاني، واللي أثبت إن الميزانية الكبيرة والانفجارات الكتير لوحدهم مش كفاية علشان يضمنوا نجاح أي فيلم في البوكس أوفيس. أوقات حتى ديزني بكل خبرتها ومعاها نجوم من الصف الأول وميزانية ضخمة ممكن تراهن على فيلم وفي الآخر الجمهور يرفضه تماما. فيلم أرينكل إن تايم اللي جمع ما بين المغامرة والفانتازيا والخيال العلمي كان واحد من أضخم مشاريع ديزني سنة 2018. الفيلم ضم أسماء كبيرة زي أوبرا وينفري وكريس باين، وكان من إخراج إيفا دوفرناي، وديزني كانت شايفة إن ممكن يبقى بداية لسلسلة سينمائية جديدة. لكن اللي حصل كان عكس كل التوقعات. الفيلم اتكلف ما بين 100 ل 125 مليون دولار، لكنه في الآخر ما قدرش يحقق غير حوالي 133 مليون على مستوى العالم، وسجل خسائر تجاوزت ال 167 مليون دولار، وده بعد حساب تكاليف التسويق والتوزيع علشان يدخل قائمة أكبر إخفاقات ديزني في العصر الحديث. طيب إيه اللي حصل؟ أول مشكلة إن الفيلم استقباله من النقاد كان متوسط، والجمهور كمان اشتكى إن القصة معقدة وصعبة تتفهم،
خصوصا انه كان معمول في الاساس للعائلات. وكمان رغم ان ديزني صرفت مبالغ ضخمه على الدعايه، الا ان الحمله التسويقيه نفسها ما قدرتش توصل فكره الفيلم بشكل واضح، وناس كتير دخلت السينما وهي اصلا مش فاهمه الفيلم بيتكلم عن ايه، وكأن ده ما كانش كفايه. الفيلم نزل في وقت كان فيه فيلم بلاك بانثر مسيطر فيه على شباك التذاكر وساحب جزء كبير من الجمهور، وده صعب مهمته اكتر. ورغم وجود مجموعة من أكبر نجوم هوليوود، الأسماء الكبيرة دي ما كانتش كفاية إنها تقنع الجمهور يدخل الفيلم، وانتهت رحلته بخسارة ضخمة بعد ما كان مشروع ديزني بيتراهن عليه علشان يبقى بداية لسلسلة جديدة. الخلاصة، الفيلم ده أكد إن النجاح مش بيتقاس بحجم الميزانية ولا بعدد النجوم الموجودين على الأفيش. في النهاية اللي بيخلي الجمهور يشتري تذكرة هو إنه يلاقي قصة تشده وتخليه مستمتع من أول دقيقة لآخر دقيقة. ولما العنصر ده يغيب، حتى ديزني نفسها ممكن تخرج بخسارة بمئات الملايين. بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول، كان طبيعي جدا إن الكل يتوقع إن الجزء الثاني هيكسر الدنيا، لكن اللي حصل كان عكس كل التوقعات. فيلم وندر وومن 1984 رجع المخرجة باتي جينكنز مع ميزانية ضخمة وصلت لحوالي 200 مليون دولار، ووقتها كانت شركة وورنر براذرز بتراهن عليه باعتباره واحد من أهم أفلام الأبطال الخارقين في السنة. لكن الرهان ده خسر. الفيلم ما قدرش يحقق غير حوالي 166 مليون دولار على مستوى العالم، وسجل خسائر وصلت لحوالي 168 مليون دولار علشان يبقى واحد من أكبر كوارث البوكس أوفيس في سنة 2020. لكن إيه اللي وصله للنتيجة دي؟ أكيد لازم نعترف إن جائحة كورونا أثرت على صناعة السينما كلها وقتها، لكن ده ما كانش السبب الوحيد. الجمهور انتقد القصة بشكل كبير وشاف إنها أضعف بكتير من الجزء الأول. غير كده ناس كتير اشتكت من طول الأحداث وضعف شخصية الشرير، وكمان في قرارات درامية ما أقنعتش عدد كبير من المشاهدين، وده بان بوضوح في تقييمات الجمهور بعد نزول الفيلم. وكأن ده ما كانش كفاية، ورنر براذرز خدت وقتها قرار كان مثير للجدل جدا، وهي إنها تنزل فيلم في السينمات وعلى منصة HBO ماكس في نفس اليوم. والقرار ده خلى ناس كتير تكتفي إنها تتفرج عليه في البيت بدل ما تشتري تذكرة سينما، وده أثر بشكل مباشر على الإيرادات خصوصا في الأسواق الأمريكية. وفي الآخر كانت النتيجة صادمة. نجاح الجزء الأول ما قدرش ينقذ السلسلة، وبعدها أعاد استوديو دي سي ترتيب خطته بالكامل، واتلغى تطوير وندر وومن 3 ضمن إعادة هيكلة عالم دي سي الجديد. الخلاصة، الفيلم كان عنده كل مقومات النجاح. جزء أول نجح، مخرجة حققت نجاح كبير قبل كده وميزانية ضخمة، لكن توقيت عرضه مع استقبال الجمهور الفاتر وقرار عرضه على المنصة الرقمية في نفس يوم السينما حولوا الفيلم من مشروع كانت وورنر براذرز بتراهن عليه لواحدة من أكبر خسائرها التجارية. أوقات الكارثة ما بتبدأش بعد نزول الفيلم السينما، لكنها بتبدأ من كواليس التصوير نفسها. فيلم ذا وولف مان كانت محاولة من شركة يونيفرسال بيكتشرز إنها ترجع واحدة من أشهر شخصيات الرعب الكلاسيكية من جديد، مع كاست قوي ضم بينيسيو ديل تورو وأنتوني هوبكنز وإيميلي بلانت، وميزانية ضخمة وصلت لحوالي 150 مليون دولار. ووقتها كانت يونيفرسال بتراهن على الفيلم إنه يبقى بداية قوية لإحياء عالم الوحوش الكلاسيكي بتاعها، لكن اللي حصل كان العكس. الفيلم ما قدرش يحقق غير حوالي 140 مليون على مستوى العالم، يعني حتى ما غطاش تكلفة إنتاجه، وسجل خسائر وصلت لحوالي 112 مليون دولار علشان يبقى واحد من أكبر إخفاقات يونيفرسال في الفترة دي. لكن إيه اللي حصل من البداية؟ الفيلم دخل في مشاكل كتير وهو لسه بيتصور. ميعاد عرضه اتأجل أكتر من مرة، واتعمل إعادة تصوير بمشاهد كتير، وكمان فريق المونتاج اتغير، غير التعديلات المستمرة على المؤثرات البصرية. وكل ده خلى الميزانية تكبر بشكل ملحوظ قبل ما الفيلم ينزل السينمات أصلا. ولما نزل أخيرا استقباله من النقاد كان متباين، والجمهور كمان شاف إن إيقاعه بطيء وإن القصة ما استغلتش الكاست القوي بالشكل اللي كان الكل مستنيه. ورغم إن ناس كتير أشادت بأجواء الرعب القوطية وتصميم شخصية ذا وولف مان، إلا إن ده ما كانش كفاية ينقذ الفيلم. ومع المنافسة القوية وقتها الفيلم ما قدرش يحقق الإيرادات اللي كانت يونيفرسال بتراهن عليها، والفشل ده خلى يونيفرسال تعيد حساباتها وتأجل أكتر من خطة كانت ناوية تنفذها لإحياء عالم الوحوش الكلاسيكي. الخلاصة، ذا وولف مان أثبت إن اللي بيحصل ورا الكاميرات ساعات بيكون أخطر من اللي بيحصل قدامها. فحتى مع نجوم كبار واسم له تاريخ طويل وإنتاج ضخم، مشاكل وإعادات التصوير والتأجيلات وتضخم الميزانية كلهم لعبوا دور كبير في إن الفيلم يتحول من مشروع كانت يونيفرسال بتراهن عليه لواحدة من أكبر خسائرها التجارية. تخيل معايا فيلم معمول مخصوص علشان يحتفل بمرور 100 سنة على تأسيس ديزني، والشركة كانت متوقعة إنه يبقى واحد من أهم أفلامها في آخر سنين، لكن بدل ما يبقى احتفال النتيجة كانت صدمة كبيرة. فيلم وش
جمع ما بين الانيميشن والمغامره والفانتازيا والموسيقى، وكان معمول كانه رساله حب لتاريخ ديزني، مليان اشارات لاشهر افلامها الكلاسيكيه مع بطله جديده واغاني اصليه وميزانيه ضخمه وصلت لحوالي 200 مليون دولار. لكن وقت نزول السينمات الجمهور كان ليه راي تاني. الفيلم ما قدرش يحقق غير حوالي 254 مليون دولار حوالين العالم، وهو رقم ما كانش كفايه حتى يقرب من نقطه التعادل، وسجل خسائر وصلت لحوالي 138 مليون دولار عشان يبقى واحد من أكبر إخفاقات أفلام الأنيميشن الحديثة في تاريخ ديزني. طيب فين المشكلة؟ أكيد المنافسة وقتها كانت قوية، لكن المشكلة الأكبر كانت في رد فعل الجمهور والنقاد نفسه. ناس كتير شافت إن القصة تقليدية والشخصيات ما عندهاش نفس الكاريزما اللي اتعودنا عليها في أفلام ديزني القديمة، وحتى الأغاني اللي كانت دايما واحدة من أقوى نقاط قوة ديزني المرة دي ما قدرتش تحقق نفس النجاح ولا انتشرت بالشكل اللي الشركة كانت مستنياه. وكمان ديزني كانت معتمدة بشكل كبير على فكرة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيسها، وكأن الحنين للماضي لوحده هيكون كفاية علشان الناس تنزل السينمات، لكن ده ما حصلش. ومع الميزانية الضخمة وتكاليف التسويق الكبيرة بقت الإيرادات أقل بكتير من اللي ديزني كانت متراهنة عليه. والأغرب بقى إن فيلم وش ما كانش أول ضربة لديزني في سنة 2023، قبله فشل فيلم أنديانا جونز وكمان فيلم هونتد منشن في تحقيق الإيرادات اللي الشركة كانت مستنياها، علشان تبقى 2023 واحدة من أصعب السنوات على ديزني في البوكس أوفيس. الخلاصة كان المفروض فيلم وش يبقى هدية ديزني لجمهورها في عيدها المئوي، لكن بدل ما يبقى احتفال بقى احتفال بطعم الخسارة، وأثبت مرة تانية إن تاريخ الشركة والميزانية الضخمة والاعتماد على الحنين الماضي كل ده مش هيضمن النجاح لو الجمهور ما لقاش قصة تستحق إنه ينزل السينمات علشان يشوفها. أوقات حتى وجود نجم كبير بحجم نيكولاس كيدج ومعاه مخرج كبير زي جون وو ما يكونوش كفاية علشان ينقذ أي فيلم من السقوط. فيلم ويند توكرز اللي جمع بين الأكشن والدراما والحرب كان مبني على قصة حقيقية عن جنود من شعب النافاهو استخدمهم الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية علشان ينقلوا الرسائل العسكرية بلغة العدو ما كانش يعرف يفك شفرتها. الفكرة وقتها كانت قوية جدا، خصوصا مع وجود المخرج جون وو اللي كان مشهور بأفلام الأكشن وكمان نيكولاس كيدج في دور البطولة. لكن اللي حصل ما كانش على قد التوقعات. الفيلم اتكلف حوالي 120 مليون دولار، لكن في الآخر ما قدرش يحقق غير حوالي 77 مليون دولار حوالين العالم، وسجل خسائر وصلت لحوالي 145 مليون علشان يبقى واحد من أكبر إخفاقات البوكس أوفيس سنة 2002. لكن فين كانت المشكلة؟ المشروع من البداية مر بمشاكل إنتاجية كتير، ميعاد عرضه اتأجل أكتر من مرة، وبعد ما التصوير خلص اتعاد مونتاج الفيلم بالكامل، وكمان اتحذفت منه مشاهد كتير علشان يقللوا مدته، وده كله أثر على ترابط الأحداث. ولما نزل السينمات كتير من النقاد والجمهور شافوا إن الفيلم ركز على الأكشن أكتر من القصة الحقيقية لجنود النافاهو، رغم إن دي كانت أكتر حاجة مميزة في الفيلم من الأساس. وكمان الفيلم نزل في موسم صيف كانت المنافسة فيه شرسة جدا وسط أفلام كانت واخدة اهتمام أكبر من الجمهور، فالفيلم ما قدرش يفرض نفسه وبسرعة خرج من السينمات بإيرادات أقل بكتير من الشركة اللي كانت بتراهن عليه. والنتيجة إن الفشل ده ما أثرش على الفيلم بس، لكنه كمان كان ضربة قوية للمخرج جون وو، لأن ناس كتير وقتها اعتبرت إن الفيلم قلل فرصه في إخراج مشاريع هوليودية ضخمة بعد كده قبل ما يرجع يركز شغله بشكل أكبر في السينما الآسيوية. الخلاصة الفيلم كان عنده كل مقومات النجاح، قصة حقيقية مؤثرة ومخرج عالمي ونجم جماهيري وميزانية ضخمة، لكن مشاكل الإنتاج والتأجيلات والتركيز على الأكشن أكتر من القصة حولوه من فيلم كانت الشركة بتراهن عليه بقوة لواحد من أكبر خسائر البوكس أوفيس في سنة 2002. تخيل معايا شركة إنتاج تصرف حوالي 170 مليون دولار على فيلم وتجيب واحد من أكبر نجوم هوليود وقتها ويل سميث ومعاه المخرج باري سونفيلد اللي كان لسه جاي من النجاح الكبير لسلسلة مين إن بلاك، وفي الآخر المشروع يتحول لواحدة من أكبر كوارث البوكس أوفيس في نهاية التسعينات. فيلم وايلد وايلد ويست جمع ما بين الأكشن والكوميديا والخيال العلمي وأجواء الغرب الأمريكي، ووقتها كانت شركة وورنر براذرز بتراهن عليه بكل قوة، خصوصا مع الشعبية الكبيرة لويل سميث في الفترة دي. لكن أول ما الفيلم نزل المشاكل بدأت تظهر واحدة ورا التانية. الفيلم اتكلف حوالي 170 مليون دولار وقدر يحقق حوالي 217 مليون حوالين العالم، ورغم ان الرقم ده شكله كبير الا انه ما كانش كفايه حتى يغطي تكلفه الانتاج والتسويق، وسجل خسائر وصلت لحوالي 128 مليون دولار علشان يبقى واحد من اكبر اخفاقات البوكس اوفيس سنه 1999. طيب ايه اللي وصله للنتيجه دي؟ النقاد هاجموا الفيلم بقوه بسبب القصه الضعيفه، وكمان الكوميديا ما وصلتش للجمهور بالشكل اللي كانوا صناع الفيلم كانوا مستنيين. غير كده الفيلم اعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصريه على حساب القصه نفسها، وده خلى ناس كتير
تحس إنه مبهر بصريا لكن فاضي من جوه. وكمان وقت التصوير السيناريو اتغير أكتر من مرة والميزانية فضلت تزيد تدريجيا، وده زود حجم المخاطرة بشكل كبير. لكن أغرب معلومة في القصة دي إن ويل سميث نفسه اعترف بعد سنين إنه ندم على اختياره للفيلم، لأنه رفض بطولة فيلم ذا ماتريكس علشان يقدم وايلد وايلد ويست. والقرار ده بقى واحد من أشهر القرارات المثيرة للجدل في تاريخ هوليوود، خصوصا بعد النجاح الأسطوري اللي حققه فيلم ذا ماتريكس. وحتى المخرج قال بعد كده إن التصوير كان مليان مشاكل وضغوط، وإن الفيلم في الآخر خرج بشكل مختلف تماما عن اللي كان نفسه يقدمه. الخلاصة الفيلم كان عنده كل مقومات الفيلم الضخم، نجم من الصف الأول، مخرج ناجح، ميزانية هائلة، واستوديو كبير. لكن لما القصة نفسها ما تقدرش تشد جمهور، ولا النجوم ولا المؤثرات ولا مئات الملايين هيقدروا ينقذوا الفيلم. وعلشان كده لحد النهاردة وايلد وايلد ويست لسه بيتذكر كواحد من أشهر قنابل البوكس أوفيس في تاريخ هوليوود. الغريب في المركز ده إننا مش بنتكلم على فيلم وحش خالص، بالعكس إحنا بنتكلم على واحد من أكتر الأفلام اللي النقاد أشادوا بيها في سنة 2021، ومع ذلك انتهى كواحد من أكبر الخاسرين في البوكس أوفيس. فيلم ويست سايد ستوري هو إعادة تقديم للكلاسيكية الشهيرة، ومن إخراج الأسطورة ستيفن سبيلبرج، ودي كانت أول مرة يقدم فيها فيلم موسيقي. والفيلم وقتها نال إشادة كبيرة جدا من النقاد، وترشح ل7 جوائز أوسكار، وقدرت أريانا ديبوز تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيه. لكن كل الإشادة دي ما قدرتش تنقذه في السينما. الفيلم اتكلف حوالي 100 مليون دولار، لكن ما قدرش يحقق غير حوالي 76 مليون حوالين العالم، وسجل خسائر وصلت لحوالي 124 مليون دولار علشان يبقى واحد من أكبر إخفاقات البوكس أوفيس سنة 2021. طيب إيه اللي حصل؟ أول سبب إن الفيلم نزل في فترة كانت السينمات لسه بتتعافى من آثار جائحة كورونا، وده أثر على إقبال الجمهور بشكل عام خصوصا على الأفلام الموسيقية. وكمان ناس كتير شافت إن إعادة تقديم قصة موجودة بقالها أكتر من 60 سنة ما كانتش كفاية إنها تجذب جيل جديد حتى مع الجودة الفنية العالية والإخراج المميز. وكمان الفيلم نزل في موسم نهاية السنة وسط منافسة قوية، وفي وقت كان جمهور السينما مهتم أكتر بالأفلام الجديدة والسلاسل الضخمة، ففضل الفيلم يحقق إشادة نقدية وجوائز لكن من غير ما يترجم ده لإيرادات في شباك التذاكر. والمفارقة فعلا إن الفيلم كان معاه كل عوامل النجاح على الورق، اسم ستيفن سبيلبرج وواحدة من أشهر المسرحيات في التاريخ وترشيحات وجوائز كتير، ومع ذلك ما قدرش حتى يسترد تكلفة إنتاجه. الخلاصة الفيلم أكد إن النجاح الفني والنجاح التجاري مش دايما بيمشوا في نفس الطريق. ممكن فيلم يبهر النقاد ويحصد الجوائز ويتكتب عنه كلام رائع، وفي نفس الوقت يخسر ملايين الدولارات لأن الجمهور ببساطة ما نزلش يتفرج عليه في السينما. والمركز الأول في قائمتنا من نصيب فيلم ديزني كانت بتراهن عليه بكل قوتها بعد انتظار استمر أكتر من 15 سنة من آخر جزء في السلسلة، لكن بدل ما يرجع أمجاد ترون انتهى بيه الحال كأكبر خاسر في حلقة النهاردة. فيلم ترون أريس رجع سلسلة الخيال العلمي الشهيرة للسينما بميزانية ضخمة وصلت لحوالي 220 مليون دولار ومن بطولة جاريت ليتو. وكمان ديزني اعتمدت على أحدث المؤثرات البصرية والتقنيات الحديثة، وكانت متوقعة إن الفيلم يجذب جيل جديد من المشاهدين وفي نفس الوقت يرجع جمهور السلسلة القديم. لكن الرياح جت عكس اللي ديزني كانت مستنياه. الفيلم ما قدرش يحقق غير حوالي 142 مليون دولار حوالين العالم، وهو رقم ما كانش قريب حتى من تغطية تكلفة الإنتاج والتسويق، وسجل خسائر وصلت لحوالي 133 مليون دولار علشان يتصدر قائمتنا كأكبر فيلم خاسر في الحلقة. طيب إيه اللي حصل؟ أول مشكلة إن سلسلة ترون نفسها عمرها ما كانت من السلاسل الجماهيرية الكبيرة زي باقي سلاسل ديزني، ومع مرور أكتر من 15 سنة بين آخر جزء والفيلم ده ناس كتير أصلا فقدت ارتباطها بالسلسلة. وكمان الحملة التسويقية ما قدرتش تخلق الحماس اللي ديزني كانت بتراهن عليه. وبعد نزول الفيلم عدد كبير من النقاد والجمهور شاف ان القصة والشخصيات اضعف بكتير من المستوى البصري المبهر اللي السلسلة معروفة بيه، وكأن ده ما كانش كفاية. الفيلم نزل في موسم الخريف وسط منافسة قوية من افلام جماهيرية خطفت اهتمام المشاهدين، فبدايته في السينمات كانت اضعف من المتوقع وايراداته بدأت تقل بسرعة من اسبوع التاني. والنتيجة ديزني لقت نفسها قدام خسارة جديدة، وده زود الضغوط عليها خصوصا ان الفيلم جه بعد اكتر من مشروع كبير للشركة ما حققش النتائج اللي كانت مستنياها. الخلاصة الفيلم كان عنده كل مقومات الفيلم الضخم، ميزانية هائلة، مؤثرات بصرية مبهرة، واسم ليه تاريخ في عالم الخيال العلمي. لكن السينما أثبتت مرة تانية إن النجاح مش بيتقاس بحجم الفلوس اللي اتصرفت، إنما قدرة الفيلم على إنه يخلي الجمهور يشتري تذكرة ويدخل يتفرج عليه. وبدل ما يبقى العودة المنتظرة لسلسلة ترون انتهى به الحال كأكبر خاسر في قائمتنا النهاردة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من سلسلة أكبر قنابل البوكس أوفيس. شفنا مع بعض إزاي أفلام اتصرف عليها مئات الملايين من الدولارات انتهى بيها الحال وهي بتحقق خسائر ضخمة ما كانش حد يتوقعها.
لكن اللي شفناه النهارده مجرد البداية، لأن الحلقات اللي جاية فيها أفلام بميزانيات أكبر وخسائر أضخم وقصص فشل هتكون صادمة أكتر. فلو عجبتكم حلقة النهارده ما تنسوش تدعموني باللايك والشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة، واكتبوا لي في الكومنتس أنهي فيلم في القايمة دي كانت خسارته هي الأكتر مفاجأة بالنسبة لكم. وفي النهاية أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي.